في واحد السالري بتاعه 30,000 جنيه ونايم على المكتب، وفي واحد تاني السالري بتاعه 8000 جنيه وبيشتغل كأنه صاحب الشركة. بس لما تقابلهم الاتنين بعد 3 سنين هتكتشف ان اللي كان بياخد 8000 جنيه بقى عنده شركته والبيزنس الخاص بيه، واللي كان بياخد 30,000 جنيه لسه لحد دلوقتي بيدور على شغل. الفرق في الشخص اللي بيعيش الشغل وتفاصيله، مش بس يشتغل. تعالوا بينا النهاردة نسمع الحدوتة دي. أهلا بيكم في حواديت بيزنس. في سوق النهاردة ناس كتير بتتعامل مع الشغل على إنه مجرد وظيفة وبس، والحياة كلها بتتلخص في إني أخلص التاسكس بتاعتي المطلوبة مني وأروح وفي آخر الشهر آخد القرشين بتوعي وخلاص على كده. بس المشكلة هنا إن الشغل اللي ما فيهوش هدف حقيقي بيتحول مع الوقت لروتين قاتل، وبيخليك محبوس في نفس المستوى حتى لو اتغيرت الشركات واتغير المرتب. النهارده معانا حدوته عن واحده من انجح شركات الانتاج السينمائي في العالم، وهي شركه بيكسار انيميشن ستوديوز. شركه امريكيه بدات في مجال الانيميشن فيلمز، وكانت رائده في الدمج ما بين التكنولوجي والكرياتيفيتي. وهي بالمناسبة اللي أنتجت أفلام زي توي ستوري، كارز، انسايد اوت، فايندينج نيمو. في بداية التسعينيات كان في موظف اسمه أندرو ستانتون، كاتب مبتدئ بياخد مرتب محدود، بس كان بيحب الشغل بكل تفاصيله، وكان بيسيب الجوب ديسكريبشن بتاعه على جنب وبيشتغل على نفسه أكتر بكتير من المطلوب منه. كان بيقعد بعد الشغل يكتب أفكار جديدة للأفلام، مش لأنه مطلوبة منه لكن لأنه شايف نفسه جزء من الحلم ده. وفي يوم المانجر بتاعه قراله فكرة كان كاتب فيها عن أب بيدور عن ابنه في البحر، وقال له بعد ما سمع الفكرة وقرا الفكرة قال له let's make this happen، يعني تعالى بينا نعمل ده بجد. والفكرة دي بقت الفيلم اللي ناس كتير جدا عاشت تفاصيله وتأثرت بيه، وهو فيلم فايندينج نيمو، اللي كسر الدنيا وقتها وحقق إيرادات أكتر من 860 مليون دولار. ومن ساعتها أندرو ما بقاش موظف عادي، ده بقى الكرييتيف دايركتور بتاع شركة بيكسار، وبقى ليه الاونر شيب بتاعه في بعض المشاريع، وبقى بيتعمل له 100,000 حساب لكل كلمة بيكتبها، لأنها جاية من شغف حقيقي مش أداء وظيفي. طب ده معناه إيه؟ ده معناه إن اللي بيشتغل من قلبه مش بياخد مرتب، لكن بيصنع لنفسه كارير جروث حقيقي. ده معناه إن الناس اللي عندها برو اكتيف مايند سيت، يعني اللي عندها تفكير مبادر، هي اللي بتتقدم بسرعة. وإن الباشن بيجيب الفلوس بس مش بسرعة، بيجيبها بثبات عالي جدا. ده معناه ان اللي بيشتغل كصاحب بيزنس حتى وهو موظف بيوصل في الاخر انه يبقى انتربرينور. واللي عايزك تتعلمه النهارده ان ما تخليش السالري هو اللي يحدد مجهودك، لان الفاليو اللي بتضيفها اللي هي بتخليك تسبق غيرك دايما. واعمل دايما فوق المتوقع، لان الفرص بتيجي للناس اللي جاهزين. واشتغل عن نفسك مش بس عشان شركتك، لكن عشان حلمك انت. ورسالتي ليك النهارده ان لو انت بتشتغل كانك مؤدي وبتحسب كل مجهوداتك بالساعة، يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا على قد فلوسهم يا صديقي، عمرك ما هتسبق. ابدأ من النهاردة وحط لنفسك personal development plan، وابني ليك professional identity قوية جوه أي مكان أنت بتشتغل فيه. وخلي دايما عندك الاونرشيب mentality، يعني ما تفكرش بفكر الموظف العادي، لأن الشركات بتحب الناس اللي عندها big thinking حتى لو بيبدأوا من الصفر. ودي كانت حدوتتنا النهاردة من حواديت بيزنس، عن الشغف وعن المعنى الحقيقي للي عايز يبني لنفسه مستقبل أكبر من المرتب اللي بياخده. لو عجبتك الحدوتة اعمل لايك وشاركها مع صديق ممكن يستفيد، واكتب لي في الكومنتات تحب الحدوتة اللي جاية تكون عن ايه، ومين عارف ممكن تكون قصتك انت المرة اللي جاية. يومكم جميل.